عليكم شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم نعلمكم طريقه البايات شلون تستخدم وتطبقها وشلون تديرها. اوكي، اول شيء تشبعها شربت، تعلمونا حتى شنو ما يصير عندك فراغ، مو تكبكه وشوف فراغ وين، لا تعلمونا احسن. تستنجرها حتى ما تتعبك بالدك، لان انت من تخلي الشربت مالك راح يبين عندك فراغ الكاشير. بعدها كمل من هاي الطريقه، تمسح هاي، تجيب مادي بخاخ هذا، يلا ترى دير حتى تجيب بالدوسه ما تشلع قلبك. اريد اشرح لكم اليوم على الدوسه شلون تفرغ. انا قلت لك تعطي سنتيمين من هنا. اوكي، سنتيمين من هنا ثلاثه، من هنا ثلاثه، وعليه منه شوف طابله. ولا تخلي الدوسه قضبان، خليها مسلطه على الخط. ليش؟ من تغسل ما تغسل ما يوقف المي بالزاويه وهي الدوسه. اوكي، لا مرات. هسه نرجع للمرايه، اعطيني المرايه. بالنسبه للمرايه شو تسوي؟ قاعد تقيس الدوسه قد مالتك 21، تشط النص اولين هنا 21، من هنا لقيت 41، تشط 41، من هنا سنتيمتر خطأ. هاي سنتيمتر. جيب البخاخ ثلاث عصارة، افتح لي وحدة عصارة، بعد وحدة. ثاني هذا حاول وايد ولا تخلي المادة مالتك نكمل هاي الطريقة بس عسون. نقص لك زاوية 20 ب20 تخليها ايش احسن من قبان، زاوية حتى يطبق شغلك يصير قبان. اوكي، كملت من هاي الطريقة. شو تسوي؟ شيل يلا خبط.
هذا البرز من هنا طينا سنتيمين بسنتيمين نفس الكسره مو مستوى واحد حتى شفته جماليه يا اخي. شو يقول استاذ دحين؟ هذا انت مهندس حجي. انتظروني بالدوسه اشرح لكم شرح الدوسه شلون تشتغل. ان شاء الله باكر اعلمكم عليه اول بايه تشتغلونه. اوكي؟ لا تنسون الاشتراك والاعجاب. اقطع.